أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم أول الحكاية، الذي يفتح صفحات الإبداع ويقترب من ظروف تركوا بصمتهم في الذاكرة الفنية والإنسانية. ضيفنا اليوم ليس مجرد فنان، بل هو جزء من الطفولة. أجيال كاملة رسم الابتسامة، غرس القيم الجميلة، ورافق بالكلمة والأغنية وروحه المرحة. إنه سفير الطفولة، الفنان المحبوب، عرابها، الأستاذ عمي بسيسو. مرحبا بك أستاذ، وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا ومرحبا على الدعوة الأستاذ الإعلامي والشاعر عبد الرزاق فالق على هذا صوت الإبداع وما أجمل الإبداع. شكرا على هذا الإطراء. أولا نود أن نغوص في البدايات مع الأستاذ. هل تحب أن أناديك عمي بسيسو أم عبد اللطيف خلاد؟ والله إلى الحال بحال. عمي بسيسو هو الاسم الفني، لكن عبد اللطيف خلاد هو جزء من عمي بسيسو. إذن السي عبد اللطيف خلاد أو عمي بسيسو، من أين بدأت حكاية عمي بسيسو مع الفن والطفولة؟ بطبيعة الحال يعني منذ نشأتي في مدينة الدار البيضاء في درب بوشنتو، بطبيعة الحال عشت طفولتي آنذاك. كنت دائما أحب الفضاء اللي هو دار الشباب. اللي ما طلعش في دار الشباب ما يمكنليش أنه يدير المسرح أو يزاول الميدان التربوي الفني بخصوص الطفولة. عمي بسيسو أتذكر في الثمانينات 83 84 85 تقريبا، كنت جالس في قاعة من القاعات دار البيضاء عبد الصمد الكلفاوي، وكنت أتحاور مع بعض الأصدقاء الفنانين. أذكر منهم الصديق شوشو ولولو، خالد الحمداني. فسألني عبد اللطيف علاش ما يكونش عندك واحد الاسم فني؟ ديك الساعة كان عندي واحد الاسم ديال الثنائي مليليس وسليليس مع واحد الصديق، صديقي رورو الكبير، كان يمارس معي الميدان الفني التربوي ديك الساعة في الثمانينات، شخصية البهلوان. فخرجت من فمي كلمة بسيسو. بسي بسيكولوجيا، سوسيولوجيا. فهذا الاسم، هذا الاسم تركيبي عطاني اسم بيداغوجي فأعجبني، وضفت إليه كلمة عمي وعجبتني بزاف لأنني أصبحت صديق الأطفال. قل لي سي بسيسو، واش كنتي تتوقع أن واحد النهار من النهارات غادي تكون قريب بزاف من قلب الأطفال؟ بطبيعة الحال يعني ملي كنت كنمارس الميدان التربوي ديك الساعة في الثمانينات بجمعية العمل التربوي مع الأخ ديالي رشيد خلاد، اللي هو كان السبب على أن وجدت نفسي في ذلك الفضاء. فالحنين كان عندي منذ طفولتي، رغم أنني كنت طفلا أو كنت ديك الفترة مراهقا يافعا، كان تعجبني الطفولة. فقلت مع نفسي طفولة رائعة وجميلة، وأريد أن أبقى مع الأطفال أسعدهم حينما كنت أقوم بشخصية البهلوان في الساعة في الثمانينات. فعجبتني الطفولة. هذا المسار هذا شكون من الاشخاص اللي تبني واحد الاثر، واحد الرسومات الانسانيه في ديك الساعة في الثمانينات. خلاوك تختار مجال الطفوله تمشي فيه؟ أنا تذكر أولا ثنائي ناقوس سليسلة بحمدون. بطبيعة الحال هذو الثنائي اللي كانوا في المغرب كانوا دائما تيزوروا المؤسسات التعليمية، وكنت أنا طفلا وكنت كنحب هذا الثنائي ناقوس سليسلة. كانوا تيقدموا لنا بعض العروض، داكشي تبارك الله، أعمال بسيطة جدا ولكن كانت تثلج صدورنا، كانوا تيقدموا لنا واحد الفرحة كبيرة، بالإضافة إلى عزيز الفضيلي اللي كان تيدير
صندوق الفراجه بطبيعه الحال، بالاضافه الى الصديق الله يحفظه سي ادريس عمي ادريس، برنامج الاطفال. يعني هناك اسماء عندما كنت طفلا كان هؤلاء الفنانين كانوا يمارسون هذا الميدان، وأعجبت كثيرا بهذه التجارب مباشرة. ما عرفتش كيفاش لقيت راسي أنا في هذا الميدان، يعني ميدان صعب جدا، ولكن بطبيعة الحال كنت أدرس في المدرسة الابتدائية ثم الثانوية، ولكن الثمانينات انقطعت عن الدراسة ووجدت نفسي على أنني احترفت هذا الميدان. نعم. أنا صعب بأن العمل مع الأطفال هو واحد العمل تيخصو واحد الطاقة كبيرة وقوة كبيرة. كيفاش كنت توجد نفسك أنت داخل هذا العالم ديال الأطفال؟ أنا تنشوف بأن الإنسان اللي تيحب الشيء الطلاقة، النية ديالو، الحب ديالو، ربما تيلقى راسو بأن هناك شيء داخلي يمكن يكون نعطيك تكون فكرة أو إبداع. لأن أنا ربما ما درستش كثيرا في الدراسة ديالي، ولكن 87 خرجت وانقطعت عن الدراسة لأسباب اجتماعية، تقريبا 5 أدبي، ولكن وجدت نفسي على أنني أبدع شيئا. لأن شحال من واحد تيقول لك الإنسان ما قراش، كيفاش غادي يألف كتاب، كيفاش غادي يكتب قطعة أو قصة للأطفال. سنشوف بأن الإنسان إلا ما كانش تيحب الشيء، الصنعة ديالو، ما يمكنش غادي يخترع، ما يمكنش غادي يبتكر. فالنقطة مهمة ديال الانتماء لداك الشيء والميول ديال الشيء، الحب لداك الشيء، هو تيزيد واحد قيمة مضافة كبيرة ديال الإبداع وديال العطاء، بالإضافة إلى تكوين إلى، ولكن أنا أفضل الشيء الأساسي هو حب ذلك الشيء. يمكننا نقولوا بأن السي عمي بشيشو هو إنسان عصامي، كون نفسه بنفسه. معلوم عصامي، لأن أنا الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة هذه حنا ديما كنشكر الله، لأنه هو اللي تيقدر لنا، هو اللي تيفتح لنا الباب، هو الخلاق، هو الرزاق. رغم أن أنا تكونت في أسرتي الفنية، عندي الأخ ديالي ولد الميدان، عندي الأخت ديالي سميرة هي كدير السينما، وعندي باقي الأخوات آخرين مارسوا الوظائف التدريبية. لكن يعني الشخصية عبد اللطيف خلاد هو اللي كان السبب على أن عطاني هذا الاسم ديال عمي بسيسو وكونني. وكما قلت بأن الفنان يجب أن يكون عصامي، يجب أن يكون دائما تبحث على العطاء، دائما تفكر في الاجتهاد، لأن ميدان الطفولة ميدان هو بحر، هو حلم كبير، تقدر تبدا، تقدر تنقاطع على الميدان، ما تقدرش تقاومه. ولكن ما عرفتش راسي بأنني قاومت هذا الميدان وقاومت عالم الطفولة، رغم أنه صعب جدا في هذا الوطن على مستوى الشخص بالبهلوان، على مستوى الماريونيت، على مستوى الأغنية الطفل، على مستوى الكتاب الأدب، على مستوى هذا الحلم هذا. الكثير أنهم ما استطاعوش باش يستمروا في ميدان الطفل. لأن العديد تيقولوا لي سي عبد اللطيف علاش ما تدير السينما، علاش ما تمشيش دير المسرح الكبير، بقيتي محدود في عالم الطفولة. يا ودي راه قلت لهم راه الطفولة اللي خلاتني أني نبقى بحال. شكرا عمي خلاد. شكرا. وغادي نمروا الى المحور الثاني. شكرا. خلاد، بعد مرور 45 سنه من العمل مع الطفل والتعامل مع الطفوله، كيفاش تشوف عمي خلاد او عمي بسيسو، كيفاش تشوف البرامج الاطفال اللي كانت شحال هذه وبرامج الاطفال اليوم؟ شنو الفرق اللي تيتلاحظ عمي بسيسو؟ هو الفرق اللي كاين هو ان الامس كنا نراهن على مجموعه من الاعمال اللي ذات قيم واخلاق، ذات حضاره وتراث، ذات كل مبني على ترسيخ المبادئ الوطنيه والتربويه. لان
التوجه ديال الطفوله، مهما كان التحول، مهما كان التغيير، مهما كان حنا مقبلين على مجموعه من التحولات داخل المجتمع ديالنا، ولكن الفرق اللي كاين هو ان ما بقيناش كنركزوا ما يمكن ان يقدم للطفوله. هناك خليط، هناك اختلاط، هناك تشابه بين الشباب والاطفال. يعني ما كاينش فرق ما بين الطفل، ما كاينش ما فرق. بين الشبل، ما بين اليافع. يعني مع الاسف قديما كانوا توجهات وكانوا الاعمال، وكان مجموعه من الاعمال على مستوى الادب، على مستوى البرامج كانت تقدم مباشره للطفوله. وحينما نتكلم عن الطفوله نتكلم على ما يمكن ان نقدم للطفل من رسائل، من نصائح، لانه طفل صغير ينمو، ياخذ منك الكثير، ياخذ منك اشياء اللي هي جميله ورائعه. الام، الارض، الطبيعه، الاحترام، الامانه، هذه كلها مواضيع. الان اختلطت الامور، ما بقيناش كنعرفوا مع من تنهضروا، مع من تنتكلموا. بعض الاحيان التقي مع طفل، هو طفل صغير ولكن يتكلم بلسان كبير، لانه ياخذ جلبة من الكبار وياخذ اشياء. تنهضروا على التكنولوجيا، على الانترنت، على اليوتيوب، على الفيسبوك. يجب مراعاة، يجب اولا حذاري من الطفوله، لان الطفوله هي المجتمع، الطفوله هي المستقبل. خصنا نراهنوا على ان الطفوله هي اللي غادي تحافظ لنا على هذا المجتمع ديالنا في جميع واحد من الشباب اللي يقدر يتحمل المشعل من بعد. نعم. سي عبد اللطيف خلاد، قل لي شنو هي القيم اللي كتحرص انك توصلها من خلال الاعمال ديالك للاطفال؟ بطبيعه الحال انا ملي كنتكلموا على الابداع كنتكلم على الاعمال اللي كنخصصها دائما. انا ما عمرني ما خرجت على الاطار ديالي، دائما غادي في اطار ما يسمى بتوجيه رسائل اللي هي تربويه هادفه نبيله. دائما تنعتبر راسي انا قلت انا واحد الانسان يعطاني ربي هذه الهوايه، وعطاني ربي هذه المهنه، على انني حامل واحد الرساله تنقدمها للاطفال في كل مكان. نعم، في كل مكان، في قريه، في مدينه، في حي، في مدرسه. هذه الاعمال اللي كنعطيها للاطفال هي كلها مبنيه على حفاظ على القيم وعلى الحضاره وعلى الهويه الوطنيه وعلى الاخلاق وعلى الدين. مثلا ما نقدرش نفوت يعني واحد السقف محدد، عندي سقف محدد تمشي مع المرحله ديال الطفوله، وما نقدرش نكذب على الطفل. راه بعض المرات كنلقى مع الاسف ناس يشتغلون في الميدان ديال الطفل، ولكن زعماك الله ياخذ فيهم الحق. كنبقى نشوف بعينيا ذاك الاعمال اللي كتقدم داخل المؤسسات، لا من رقصات، من موسيقى غربيه، لا من تسريب بعض الالفاظ. يعني تبقى فيه الحال تنقول بان هناك البعض لا يحترمون حقوق وقيم المجتمع فيما يخص الابداع للطفوله. نعم. انا بغيت نسالك سي عمي بسيسو، واش كان الفن مجرد فرجه بالنسبه لسي عمي بسيسو، ام كانت عندك واحد الرساله مجتمعيه باغي توجهها؟ لا، منذ صغري سبحان الله العظيم حسيت لان اولا انا تربيت في واحد المحيط ديال الاسره محافظ. وكان الاب ديالي الله يرحمه مسكين كان تيمنعني انني ندير هذا بين ندير الطفوله، تيقول لي خصك تقرا. رغم ذلك الحنين اللي اداني لدور الشباب، المخيمات والعروض وديك المرافقات اللي كانوا بعض الاصدقاء ديك الوقت اللي كانوا تيحبوا بعضياتهم. العمل الجمعوي قديما ماشي هو ديال دابا، العمل الثقافي ماشي هو ديال دابا. دونك الجو العام ديال الميدان ديال الطفوله خلاني على انني نحترمه ونبغيه ونبقى دائما وفي مع الطفوله فيما يخص الابداع والعطاء في جميع الاعمال، على مستوى الكتابه، على مستوى المسرح، على مستوى تاع الخطاب، الاسلوب. حينما التقي مع الاطفال اراعي ماذا نوع الخطاب مع الطفوله. نعم. ما يمكنش لي انني نكون عنيف
او نكون انسان امارس السلطه، او لابد اننا نهبطوا للمستوى ديال الطفوله. الانسان يجب ان ينحني الى الطفوله. ملي كتعمل هذه الحركه الطفل يصعد اليك وهو سعيد، يتجاوب معك وهو سعيد. نعم. تعرفك بانك انت تفهم الخطاب ديالو. نعم. ولكن حينما تتكلم مع الطفل بكبرياء وانت عندك واحد الاداره، واحد المدرسه، واحد القاعه، او انت اب، انت مسؤول تخاطب الطفوله هكذا، فحرام علينا. إذن لنبقى دائما مع عمي بسيسو ومع المرحلة الثالثة من هذا الحوار. أن الفن هو رسالة مجتمعية بالنسبة لسي عمي بسيسو. أود أن أعرف أصعب مراحل اللي مرها عمي بسيسو في المسار ديالو الفني. أصعب مرحلة صعب الرزاق هو هاد السنوات الأخيرة ديال ما بين قبل كورونا، سنوات تقريبا نقول لك واحد 10 سنين وأنا أعاني. باش تنعاني بواحد الإحساس صبحت كنحس به بأن ماشي نوع من العياء في مجال الطفولة، لأن مجال الفن الطفولة هو حلم، وديما تنقولها الطفولة هي حلم، ومن دخلها سيكون أكثر الناس حلما وأشدهم قربا من البراءة والنقاء. حينما أمارس الطفولة هذا الميدان أحس بأنني أنا في النقاء. دونك المراحل الصعبة اللي تنعيشها هو هاد التراكم، التحولات ديال المفاهيم، التحولات ديال ماذا يجب أن نقدم للمجتمع. حينما أكتب أؤلف قصة أو كتاب لمن؟ للطفولة. يعني صعب أولا الكتابة ديال الطفل صعب جدا، لأن الشاعر ملي تيكتب الشعر تيكون داخليا هو إنسان عنده إحساس، وعنده إحساس ما هو فني، ما هو إحساس فني إبداعي. يمكنش الشاعر إلا ما كانش يكتب ما يكتبش، ما يمكنش المغني إلا ما كانش عنده صوت جميل، صوت عنده طبقات، ما يمكنش يغني. دونك أنا كنت أحترم التخصصات ديالي، وكنت يعني ما يمكن أنني أؤلف مسرحية أو أغنية، ولكن أحس بالملل. الملل هو اللي تنعيشه الآن، تنقلب في الأشياء تكرار وهناك التفاهة، هناك من سيجتذب إلينا. نعم. هنا بغيت نسقسي، واش الفنان تيشعر بواحد القرب، التقدير ديال الناس للعمل، وخاصة في مجال الطفولة؟ واش تحس بأن الناس يقدروا هذه المجهودات اللي تيقدمها عمي بسيسو للأطفال؟ واش تلقى واحد التقدير من طرف؟ ما يمكن هناك تقدير من طرف أولا من طرف الأطفال، من طرف الآباء، من طرف بعض الإخوان المسؤولين، ولكن داك الشيء قليل. الأكثرية تنشوف بأن المجتمع غادي يميل إلى شيء آخر غير الذي تتصوره. نعم. ولكن هناك نسبة قليلة ديال أصادف الأطفال أنهم نحن في حاجة إلى، تيقولوا لي عمي بسيسو في حاجة إلى هذه الأغاني، هذه الأعمال اللي كتذكرنا وكتبغينا وليداتنا يترباو، الحنين. يعني البارحة قرأت في صفحات الفيسبوك سفير الطفولة، وجدت على أن تتكلم وكتبات لي واحد العبارة، قالت هاد الفنان سبحان الله العظيم، هكذا هاد الفنان عمي بسيسو سبحان الله العظيم، ملي جا المدرسة وبنتي فرحات وكتجي للدار عندنا وهي فرحانة وتتكلم غير على عمي بسيسو. دونك هذا هو اللي حنا تنقلبوا عليه، الإحساس اللي تيحسوا به، إحساس تقدير جودة العمل. أما الفن، إلا بغيتي دير الفن راه الأكثرية راه تخربيق. هي رسالة أخرى يوجهها عمي بسيسو إلى المؤسسات التعليمية، خاصة أن تشتغل على ما هو
طفولي، أي الأنشطة التربوية الممكن القيام بها داخل المؤسسات التعليمية حتى يحظى الطفل بتلك التجربة الرائدة، سواء في الغناء، سواء في المسرح، سواء في الكتابة. نعم. ما هي أصعب المواقف التي تعرض لها عمي بسيسو؟ والمواقف بطبيعة الحال يعني كثيرة بزاف، على حسب أعطينا موقف صعب آه تحطيتي فيه. على حسب المدن. كل مدينة عشت فيها مواقف وعشت فيها لحظات كثيرة. دونك المواقف اللي عشتها بطبيعة الحال يعني غادي نذكر من ضمن الموقف ديالي اللي كان في المحمدية. كان في حد في زناتة، درت واحد الأغنية مع واحد المدرسة وما لقيتش واحد التجاوب مع الناس أطفال كبار، مع الكبار، على انهم رفضوا على انهم ولادهم يشاركوا في اغنيه الطفل. الناس ما فاهمينش شنو هي اغنيه الطفل وشنو هو. ممكن الناس عندهم واحد المحيط يعيشوه، رغم ان البعض فيهم كان تيبغي الوليدات يشاركوا في المجال ديالهم الطفولي، وكاين هناك يرفض اغنيه الطفل، ويرفض ما يمكن ان يقدم للاطفال. الان نحن نعيش صراع في المجتمع. هناك فئه تميل الى الدين والاخلاق والقيم والحضاره وكل شيء جميل، وهناك هناك 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 تقريبا مجتمع يميل الى اشياء اخرى تبعد الطفوله عن طفولتها وعن تربيتها وعن ما يمكن ان نكون هذه الاجيال. لان حينما اخاطب الاطفال احس بانني اخاطب الطفل من اخلاقيات، وين ما يمكن ان نبدع للطفوله من ابداع يساهم في تربيه الاجيال. لان سي عبد الرزاق فلاق انا كنعتبر راسي اللي تيمارس الميدان ديال الطفوله هو جزء من المنظومه الاسره. نعم، هي تربيه، هو جزء من المنظومه التعليميه. ما يمكنش اي واحد يدخل المدرسه المغربيه ويقول لك انا ساوجه الطفل. مع الاسف يعني بزاف ديال الناس يدخلون الى المؤسسات ولا يراهنون على ان هناك اطفال تيقدر ياخذ منك، وداك الشيء اللي كياخذ منك ممكن يطبقوه في الشارع في البيت. فاحنا عندنا واحد المسؤوليه في الرساله الفنيه التربويه منذ نشاتي 41 سنه سي عبد الرزاق، وانا احافظ على ما يسمى من المسؤوليه الفنيه. نعم. ما الذي يسعد عمي بسيسو؟ يسعدني حينما ارى الاطفال فرحين. نعم. يسعدني حينما ادخل الى بعض الادارات اجد مسؤولا يفهم ما يمكن ان اقدم للاطفال ويقدم لي الابداع والما يمكن. تنفرح بزاف، تنقول بان راه هذا المسؤول له الانسانيه وله يفهم فنان الطفل، ويفهم ما يمكن ان نعطي لها الاطفال، لان الاطفال في حاجه الينا من عطاء ومن ابداع ومن ترفيه ومن تنشيط. ما الذي يحزن عمي بسيسو؟ يحزنني حينما ارى مجتمع يهتم بالتفاهه، ارى مجتمع بعيد البعد عن الدين، ارى مجتمع يتغير وداخليا فيه النفاق الاجتماعي، ارى مجتمع لا يتمسك بالتضامن والتعاون والتآخي. حينما التقي بمسؤول ويتكلم معي وتيقول لي جي عندي، ملي كنمشي ما تيستقبلنيش، تنقول ماشي مشكل، ما عرفناش الخير فين كاين. ولكن بعض الأحيان حينما أذهب إلى الطفولة أحس بالسعادة، أحس بالفرح، وألتقي مع أصدقاء الفنانين اللي هما فنانين تنحترمهم تنبغيهم، قلبهم زوين، تيتضامنوا وتيتعاونوا من أجل دائما أننا نبقاو متمسكين بهذا الفن، لا على مستوى الإعلاميين اللي هما تيعرفوا القيمة ديال الفن وقيمة ديال الإبداع، لا على مستوى المسرحيين ومستوى الفعاليات اللي هما عندهم تكوين في مجال الطفولة. نعم.
غادي ندوزو دابا الفقرة جديدة، وهي فقرة سريعة، سؤال جواب. إذا نمر إلى هذه الفقرة، وهي فقرة سريعة، سؤال جواب. اللون المفضل عند عمي بسيسو؟ اللون الأحمر. اللون الأحمر. أغنية الأطفال التي لا تنساها؟ وحقيقة هناك أغاني كثيرة ومسرحيات كثيرة، ولكن أنا الآن أشتغل على أنا لك يا فاس. أحسنهم أنا لك يا فاس. شخصية كرتونية كنت تحبها؟ سندباد، وكابتن ماجد، وعلي بابا. كلمة تختصر الطفولة؟ كلمة تختصر الطفولة: أنا أتمنى أن أبقى وفيا للطفولة وأن أستمر إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. كلمة تقولها للذين كبروا مع أعمالك؟ أنا أحبهم وأحترمهم، وكاين اللي مات الله يرحمه، وكاين اللي مازال حي، وتنقول لهم خلونا نشوفكم ونبقاو معكم، لأن ذاك البقاء وذاك الحب هو كيزيد استمرارية الحياة، الفرحة والسرور. شخص لم تسع لك الفرصة أن تقول له شكرا؟ شخص طبيعة الحال اللي هو طبيعة الحال الصديق ديالي. هناك بزاف ديال الأصدقاء، ولكن تنذكر الأصدقاء ديالي، منهم الحاج كثيرين الله يرحمه توفى. بطبيعة الحال يعني هذا هو اللي كاين الحمد لله. إذا شكرا جزيلا للأستاذ عمي بسيسو على هذا الحوار الجميل والمليء بالذكريات الإنسانية. سعدنا كثيرا باستضافتك في أول الحكاية. لك دوام الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نلتقي معكم في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج أول الحكاية. إلى اللقاء.